السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. كيف العاده نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحوال جيده. كيف دايرين؟ كي دايرتوا مع الصهد والجلاس في الدار والعطله والروتينات اللي ما كيتقاداوش؟ اليوم جيت نشارك معكم من ما بين الروتينات اللي كنديروا في الصيف. بنت خمال وحده كاع راكم كتعرفوا فاش كيكون الحال سخون. انا شخصيا كيعجبني ندير بحال هكا هاد الاشغال لانه ما كنحسش براسي. راكم عارفين كيكون الصهد ماشي بحال فاش كيكون البرد. فاش كيكون البرد كتولي كدير غير داك التنظيف الخفيف وصافي، غير كتسيقه خفيفه وصافي. ملي كيكون الصهد كتكوني محمسه اكثر على انه ديري بزاف ديال الاشغال وما كتحسيش براسك عيانه او لا ضربك البرد، لانه كتكوني فريمون كتولي حوايجك كيوليو كيقطروا. شكون بحالي كيعجبها بحال هكا انها تسيق وتنظف الدار كامله؟ تخلي عليا في لي كومونتير. المهم في هذا النهار غادي نجبد المطبخ. بالنسبه للبنات اللي كانوا قالوا لي علاش كتبقاي زعما كل مره كتجبدي قنت واحد، تبارك الله كاينين الناس اللي كيجبدوا الكوزينه كامله. فاش كنشارك معكم هكا شي تنظيف ديال المطبخ، ضروري شي اخت كتخلي لي شي تعليق تقول لي زعما اولي باش نبقى نجبد كل نهار انا في الكوزينه، كل نهار انا حاصله نهار واحد. متفقه معكم. ما كاين ما احسن من تحيدي عليك الروينه في نهار واحد، ولكن كتكوني داك النهار الواحد اللي كتحيدي فيه الروينه كتضلي النهار كله وانت في الكوزينه، من الصباح وانت في الكوزينه اولا في شي بيت اولا. المهم حتى من الغدا ما كتكون صعيبه انك باش ديري، اولا كتكوني غير ديبانيتي بشي حاجه اولا كومونديتي، المهم على حساب كل وحده. فانا منين كنجبد قنت بقنت الحمد لله ما كنعياش وراني جالسه في الدار، يعني ما كاينش الملل كل نهار في وسط الشغل ديالي. يعني كيف كنشارك معكم جمعت هكا الكوزينه، حيد دوك المعينات اللي كانوا بايتين البارح فوق هذيك الشبيكه، غسلتها. غسلت المعينات ديال الفطور. هنا راه باقي ولدي الصغير محمد باقي مازال ما فاقش، كنستغل الوقت بزاف فاش كيكون مازال ما فاقش. صافي هكا مسحت غير البوطاج هكا واحد المسيحه خفيفه. غادي الغدا هو الاولاني لانه الا بدينا بشي حاجه اكيد ما كنسالوش منها. تجيو تقولي بلاتي غير نجمع هنا عاد نرد الغدا، كوني على يقين الغدا ما ترديه حتى ل 12. اما الا جيتي ورديتي الغدا هو الاول، كاينين البنات اللي كيردوه قبل ما يغسلوا الماعن ديال الفطور، كتلقايهم كيتبرزطوا مع دوك الماعن وكيبيو يمسحوا البلاصه فين كلاو هكا، يعني يشطبوا ويديروا كيمشي ليهم الوقت. فكتردي الغدا هو الاول، كتشوفي الحاجه اللي غادي تسلكك وبطبيعه الحال من بعد كتكملي شغلك ديال الدار عادي. المهم هنا حتى وكان كيف ما شفتوا يعني درت الشغل ديال الصباح هو الاولاني. رديت الغدا كندير البصله مع اللحم مع الزيت مع شويه د الملحه، من بعد كنعاود نزيدها في التوابل وكنخليه يتشحر. ما كنديرش فيه التوابل في الاول حتى من بعد، حتى وكان كيتشحر وحتى كنحسب ديك اللحمه طابت واحد نص طيبه، وعاد كندير التوابل وكنسد عليهم. من بعد كندير الخضره اللي كنبغي. صافي هنايا غادي نجبد هذا المجر. هذا كان عجب البنات، كانت فكره زوينه بالنسبه للبنات اللي ما كيكونش عندهم لي بلاكار، يعني ما عندهاش دوك لي زيتاجير. والصراحه عرفتوا هادو راه كيهزوا اكثر من هذوك المجوره اللي كيكونوا اصلا مصاوبين عند النجار، لانه ماما كان عندها في الكوزينه ديالها كانت حاطاه في الجنب. راه كنت شاركت معكم كل شيء وعرفتوا كان جامع ليها تبارك الله شحال الماعن وشحال ديال زلايف ودوك القراعات العطريه ودوك القراعي اللي دوك العطريات اللي كيكونوا عندك زايدين. عرفتو كان جامع عليها بزاف. ملي البنات المجوره ودارت مجوره قدات رخامه وقدات مجوره عند النجار وداكشي، ما لقاتش فين تحط داكشي كله، يعني حطت فيه واحد الكميه قليله. فالصراحه هادو كيجمعوا. انا هذا كان عندي كنت دايره فيه في الاول فوطات ومن بعد استغليته باش ندير فيه الماعن، درتو هكا تحت البوطاجير. عرفتو الصراحه كيهز ليا بزاف ديال الماعن، كانت فكره غزاله بزاف، يعني ما ندمتش عليها نهائيا. الا ما كانش عندك ليسباس فاش ديري بحال هكا ثلاثه، حاولي تاخدي راه كيكون فيهم الفرق، ما كيكونوش كلهم في نفس الطول. راه كاين اللي كيكون غارق، كاين اللي كيكون غارق غير شويه. شوفي انت البوطاجير اللي عندك شحال الطول ديالو، وشوفي انت عند مول البلاستيك هذاك القياس اللي غادي يقدك. المهم انايا فاش داك ليطاج الفوقاني كاع ما كانش بغى يتخشى ليا بالمره، كان واحد شويه واحد 2 سنتيم هكاك اللي ما بغاتش تخشى ليا. درت واحد الموس، داك الموس غادي تعرفوا نتا غادي تستعملوه استعمال واحد وغادي تلوحوه. كندير موس. هنا كنشارك معكم الطويجين بعد ما درت فيه الملوخيه. صافي كندير فيه المسير باش يجي بنين. كيعجبني انا المسير ناكلو في الطاجين. صافي كنسد عليه كنخليه يطيب، هو كيطيب وانا كنقضي شغلي. المهم بالنسبه
الا ما قدكمش مثلا جاكم ما بغاش يتخشى، غادي تاخذوا موس كتسخنوه مزيان وكتقطعوه نيشان، كيتقطع دغيا كيتقاد يعني دوك الاعمده ديالو باش يتخشى لكم. صافي دابا بحال دابا مثلا انا هنا ما مغطياهش 100%، الغطا ديالو اللي فوقاني غير كنحطو فوق منه وصافي. كيجمع لك تبارك الله شحال ديال المعان، هادو الطباس اللي كنحتاجهم كل نهار. تما دوك المقالي والليمون الفوق دايره فيه دوك البلاستيكات ديال البلاستيك، يعني كيجمع لك صراحه كينفع. وهاني ساليت لا غد ليه ان شاء الله غادي نجبد هذاك المجر الاخر ديال التوابل اللي فيه العطريه وفيه شحال من حاجه الصراحه. حتى هو غادي نجبدو هذاك فاش كنبغي نجبدو، ما كنجبدوش كاملو، كنجبد بلاصه بلاصه لانه هز بزاف ديال الحوايج. فمن طبيعه الحال الا جبدتو كاملو كنضل فيه النهار كامل على وسط النهار كله، ما كنبقاش انا كنبغي نسرح شويه وسط النهار، ما كيبقاش ليا الوقت. صافي يعني هذا اللي تحت البوطاجير هذاك كنجبدو بطبيعه الحال، ما كيمكنش نجبد مجر بمجر، كنجبدو كاملو وكصافي. المهم بعد ما ارتحيت ومشيت غسلت تسرحيت نعست واحد شويه، غنوض نصاوب هذا البسكوي. هذا راه تقريبا كنصاوبو مره في الاسبوع، يعني دائما كنصاوبو هكا، كنحتاجو فاش كنحطو الكوتي للدراري. وفي المدرسه بطبيعه الحال كنبقى نصاوبوه واحد الكميه اللي كثيره هكا كينفعنا بطبيعه الحال. حتى لو ما يكونوش عندك الدراري الصغار راه كينفعك هكا في داك الكوتي هكا كديريه دوازاساي. هنا كناخذ واحد الكميه ديال الزبده بحساب. المهم الا بغيتي ديري 250 غرام اولا 150 غرام كيخرج لك واحد الكميه اللي هي كثيره. انا كندير هذه الكميه فاش كتقادا كنعاود ندير كميه اخرى، يعني كيبقى بحساب نتيا واشنو بغيتي. كندير كاس ديال السكر، كنحاول ما امكن نخدمها بالدراب، كندير كيس ديال الفاني وكاس ديال الزيت. المهم عادي بحال كنصاوبوا شي صابلي، يعني حلوه باينه. هنا زبده دوبتها لانه كانت عندي في الثلاجه وكنت ما خرجتهاش قبل. صافي هنا غادي نحركها وغادي نتاكد بانه العناصر اندمجوا. غادي نزيد فيها واحد المعلقه حتى لجوج معالق كبار ديال المايزينا. انا من نهار اكتشفت هذه القضيه ديال المايزينا في الحلويات ما بقيتش كتخطاني فيهم كاملين. ضروري ما كندير واحد المعلقه اولا جوج، عرفتو كتردهم لجميع الحلويات، لا الصابلي ولا الكوكيز ولا اي بسكوي بغيتي تصاوبيه ولا حتى لي كيك. كاينين دي كيك كيتصاوبوا فقط بدقيق المايزينا لانه فيه كيرد واحد الهشوشيه صراحه. كاين واحد الفرق، منين كتجربوه اكيد غادي تشوفوا الفرق في الحلويات ديالكم. صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى وكان او تجمع ليا العجينه، لانه كيف ما شفتوا الكميه ديال الزبده اللي درت غير واحد الكميه قليله ماشي شي حاجه كثيره. فبطبيعه الحال كيف قلت لكم كتبقى بحساب الرغبه. صافي هنايا غادي نجمع العجينه ديالي، غنحاول نخليها شويه باقي خاصها واحد المعلقه باش هنا ندير فيها الكاكاو. بغيت نقسمها على جوج. صافي بالنسبه الا نسيتو هذه المرحله وخليتوها حتى جمعت لكم دقيق عادي عاد بدوزو الكاكاو. بطبيعه الحال راه كتجمع العجينه كيتزاد فيها داك الكميه ديال الكاكاو. كنصحكم انكم ديروا واحد المعلقه حتى لجوج ديال الحليب هكا كتزيدوها مع الكاكاو باش العجينه ما تجيش قاصحه على الاخرى. صافي غادي نحاول ندمجها هكا مزيان مزيان ونعجنها مزيان حتى وكان غادي تندمج ليا. وغادي ندوز باش نشكلها. كيبقى التشكيل بحساب نتوما وشنو بغيتو. غنشارك معكم واحد الشكل كيجي زوين بزاف. هذا ان شاء الله غادي نعاود نشاركها معكم بنفس الطريقه. غادي تكون ان شاء الله مالحه، كيكون فيها الفرماج، كتجي ثاني واحد البنه اخرى غزاله وكتجي بنينه، كتجي مختلفه على الحلويات الاخرين. غير هذوك صراحه ما كيتكلوش ليا بزاف بحال هادو اللي فيهم السكر. ان شاء الله نلقى غير الوقت ونشاركها معكم يا ربي. صافي هنا غادي نحاول نبسط العجينه، غادي نبسطها بواحد السمك اللي تكون شويه رقيقه لانه دايره فيها الفاني، والفاني راه حتى هو بحال الخميره راه كيزيد كيطلع شويه الحلوه بحال هكا واحد 2 مليم هكاك. صافي غادي نبدا كنطبعها بالطابع ديالي، غادي نشكلها كامله وغادي ندوز باش نتكا بهاد العويدات ديال الشوا. كنديرو هكا فيها واحد الرسمه كتجي بحال دوك لي بسكوي الجاهزين اللي كيتباعوا اللي كناخذوهم من عند الحانوت. صافي يعني هذاك فاش قلت لكم علاش غنديروا ان شاء الله مالح لانه كيشبه داك البسكوي اصلا اللي مالح. قبل ما ندخلها الفران كنحطها في المجمد اولا في الثلاجه حتى وكان كتجمع شويه وكتشد شويه راسها. كنطيبها من التحت ومن الفوق وما كنديرش ليها حتى شي تزيين لانه ما فيهاش هذا البسكوي هذا ما يحتاج للتزيين فكيتكال هكا بهذه الطريقه. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها.
كنتمنى انكم تجربوها لانه فريمون ما كتاخذش منا نهائيا الوقت ونهائيا المجهود. وصافي هادشي اللي كاين هنا. النهار ديالي باش غنكملو صراحه ما قدرتش نطيب العشاء لانه خرجنا جبنا واحد الدويره، وراكم عارفين ولدات الصغار دابا في الصيف ضروري كيخصك تخرجيهم مره في النهار الا قدرتي. كنخرجوا هكا كنديو الدراري لواحد البلاصه كيلعبوا فيها كيفرغوا ديك الطاقه ديالهم. هنا جبنا معنا بيتزا لانه ما يمكنش نقعدوا في سناك. دابا راكم كتعرفوا التسعود ولينا كندخلوا للدار، والتسعود يلاه كيجيك الجو زوين ديال الخريج. صافي هنايا جبناها معنا من الزنقه، ما قدرتش انه ندير شي حاجه للعشاء. فمنين كنحسوا براسنا ما قادرينش، انا شخصيا ملي كنحس راسي ما قاداش ما كنضغطش راسي نهائيا، ولو تقولي غنصاوب غير مقيله خفيفه ما قادراش صافي كتعني ما قادراش. اللهم نحافظ على لانيرجي لانه باقي ان شاء الله تابعني لا غد ليه فيه بزاف ديال الاشغال. فكنحاول ما امكن غاديه بهاد المنهجيه في حياتي الحمد لله ولاقيه عليها الراحه، انه اون فوا ما كنحس براسي صافي ما قاداش راه ما قادراش ما كان كيف كنقولوا ما كنغلبش راسي. والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فاحنا نحاول نحافظوا على نفسنا لانه اكيد كنتحاسبوا عليها. فواحد النهار ما قديتش ما فيها بس غادي نجيب العشاء من الزنقه. انا كيعجبني التاكوس جبتو ليا والبيتزا خديتها للدراري. وكان هذا هو الفيديو ديالي بالنسبه لهذا النهار. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك واشتراك القناه اذا ما كنتيش مشتركه في القناه. فيديو جاي ان شاء الله روتينات اخرى ان شاء الله. خليت لكم راحه البال. بسلام عليكم.